المهم ما اطولش عليكم وقولوا طول، في حاجه مهمه كمان حصلت في البروتيروزويك واللي بنسميها الفتره الجليديه الكريوجينيان بيريود، ودي كانت واحده من اكثر الفترات قسوه في تاريخ الكون، وبنتكلم هنا عن وقت كانت فيه الارض اشبه بكتله جليد عملاق. اللي حصل ان من حوالي 720 مليون سنه بدات درجات الحراره في الانخفاض بشكل غير مظبوط، وده بسبب مجموعه من العوامل اللي لسه العلماء مش متفقين عليها بنسبه 100%. في علماء بيقولوا ان النشاط البركاني وقتها كان ليه دور في الموضوع ده، لانه كان بيسبب تراكم الغازات في الجو واللي بتعكس اشعه الشمس وتسبب تبريد الكوكب. وفي علماء بيعتقدوا ان التغييرات في نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون في الجو هي اللي كانت السبب الرئيسي زي ما كنا بنقول الحلقه دي. كمان في ناس بتقول ان تفكك رودينيا لعب دور رئيسي في التجمدات دي عن طريق تغيير انماط تيارات المحيط، واللي تسببت في تقليل تدفق الحراره للمناطق الاستوائيه وزياده التبريد العالمي. طيب لما الجليد بدا يغطي الارض، ايه اللي حصل للكائنات الحيه؟ هل انقرضوا كلهم ولا كانوا قادرين على التكيف مع الظروف الجديده؟ والله مش كلهم. الغريب ان بعض الكائنات قدرت تعيش وتستمر رغم البرد القارس ده، وده بيخلينا نسال ايه هي العوامل اللي خلت بعض الكائنات تقدر تستمر رغم ان معظم الظروف كانت ضدهم.